السلام عليكم، يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة هنرسم على الفخار بس هنستخدمه بطريقة مختلفة شوية. الشكل ده أنا كنت جايباه من حارة الفخار في مصر القديمة، وكل ما كنت أجي أرسم عليه أحس إن هو محتاج حاجة مختلفة. زي ما انتوا ما شايفين هو أصلا مرسوم عليه رسم بارز، فما كانش هينفع أرسم عليه مرة تانية فوق الفخار. عشان كده قررت ان انا ارسم عليه بورق الذهب، منه ان هو يظهر الرسمة اللي موجودة على الفخار، وفي نفس الوقت كنت حابة ان هو يديه شكل قيم. ولان فعلا الفخارة شكلها كان عاجبني، بس هي محتاجة تكنيك مختلف. الفخارة دي بعد ما ارسم عليها انا هستخدمها في ان انا اعمل فيها شمعة. عشان كده هستخدم بس الوان اكريليك، كمان ان انا ههتم جدا بالعزل، ان العزل يكون قوي علشان يستحمل صب الشمع في الفخار. وكمان لو تلاحظوا في اول الفيديو كان فيه كسر بسيط كده في الاول، فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا احط فيها عزل كفاية. وكمان انا يعني عملت لها اختبار كده بسيط بالمية قبل ما ارسم عليها، او ان انا استخدمها علشان اشوف هتنزل مية مرة تانية ولا لا. فلما لقيتها ما نزلتش اي مية عرفت ان هي هتستحمل صب الشمع فيها. للناس بقى اللي بتحب ترسم على الفخار فهتلاقوا اكتر من فيديو، انا هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن، انزلوا شوفوه لكل ما يخص الفخار بتفاصيله وطريقة الرسم عليه. كمان هتلاقوا تفاصيل كتيرة جدا عن ازاي ان احنا نعمل فخار. انا بالنسبة لي علشان اخد نتيجة كويسة جدا من الرسم على الفخار او التين الاحمر، فبجيب دهان ابيض GLC، ده اكتر نوع انا بحب ان انا استخدمه، وادي اول طبقة لان هو فعلا بيكون تقيل جدا، وكمان بيخلي لي الباك جراوند اعرف احط عليها اي لون، وبتظهر لي الالوان اللي انا بحطها. فانا المرة دي ما كانش عندي دهان كفاية، فحطيت طبقة اولية من الاكريليك الابيض، وكمان بعديها اديت اكريليك اللون بقى اللي انا عاوزاه. فطبقتين كانوا كفاية قوي بالنسبة لي ان هما يغطوا لي شكل الطين الاسواني. وكمان انا بحب زي ما قلت لكم ان انا ادي اول طبقة باللون الابيض علشان تخلي لي درجات الالوان اللي انا هستخدمها فوقيها زاهية. وزي ما انتم شايفين ده شكلها بعد ما خلصت، وهبتدي املى اي فراغات تكون مش مدهونة كويس علشان تكون مدياني اللون زاهي زي ما انا عاوزاه. هنا بقى انا هبتدي ارسم بورق الذهب. رسم بورق الذهب اول حاجة بيتحط له نوع لاصق كويس جدا. اي ورق الذهب بيتباع لازم بيكون معاه اللاصق بتاعه، او انتوا بتسألوا على اللزق بتاع ورق الذهب، وهو عامة بيكون غيرة بس بيكون متخفف شوية، مش بيكون غيرة مركزة لان هي بتفضل فترة طويلة على ما بتنشف. انا بالنسبه لي بستخدم غيره عاديه بس بخليها متخففه شويه، وانتوا تقدروا تجربوا اكتر من نوع لاصق، والموضوع فعلا مش صعب خالص. طيب ورق الذهب بيتجاب منين؟ بيتجاب من مكتبات الفنون. اي مكتبه كبيره بتكون بتبيع ادوات الرسم بيكون معظم المكتبات عندها نفس الورق ده، بيكون في منه الذهبي الفضي وفي منه الوان تانية زي الموف والازرق. في اكتر من تكنيك بقى علشان واحنا بنلزق الورق بتاعنا يكون يطلع لنا الشكل اللي احنا عاوزينه. انا هنا حطيت الورق وهبتدي ان انا بس اقطع من عند فروع الشجر كده، لان انا عايزاه بشكل عشوائي، مش عايزة الورقة كاملة. لو انتوا بقى عايزين الورقة كاملة وتكون مدية شكل الجلوب بالظبط اللي انتوا حطيتوه، فاحنا بندهن الغرة الاول او بندهن الجلو اللي احنا استخدمناه، وبعدين بنحط ورق الذهب وبنديه وقت طويل لحد ما ينشف تماما. فلما نيجي نقشره بالفرشة او بايدينا بيطلع لنا الشكل زي ما احنا عاوزينه بالظبط بعد ما نشف خالص. بس عشان انا عايزاه بشكل عشوائي شوية فابتديت ان انا هقطع في الورق وهو لسه منشفش. تقدروا تشوفوا اكتر من تكنيك للرسم بورق الذهب على اليوتيوب او على اي منصة تانية، وتختاروا الطريقة اللي انتوا حابين ترسموا بيها بورق الذهب، او الطريقة اللي انتوا حاسين ان هي شبهكم. هنا بقى انا هكرر نفس الخطوة اللي انا عملتها في اول فرع شجر في كل الفروع التانية. هو لما انا حطيت ورق الذهب بين لي الرسمة اللي مرسومة على الفخار ايه، لان الفخارة دي فعلا عندي من زمان وانا مش عارفة الرسمة اللي مرسومة عليها ايه خالص، غير هي بس فرع الشجر، وتقريبا في زي فاكهة كده بفروعها الصغيرة حوالين فرع الشجر. وزي ما وضحت لكم في اول الفيديو ان اهم خطوة خالص في الرسم على الفخار المرة دي هي خطوة العزل.
يعني ممكن بعد ما نخلص ندي اكتر من طبقة او من طبقتين عزل بالورنيش المائي علشان الشمعة معايا ما تترسبش في الفخارة من تحت. الفخارة عامة مساماته واسعة، فلو احنا ما سدناش المسامات دي كلها فممكن بعد ما نصب الشمع نلاقيه طلع بابلز كتير او طلع هوا كتير في الشمع بعد ما ينشف. وعلى الرغم ان انا عزلت الفخار بشكل كويس جدا من اول ما رسمت بالاكريليك، لان الاكريليك برضو بيدي مادة لمعة وفعلا هو بيكون عازل كويس جدا، يعني حتى لو انا ما حطيتش ورنيش شفاف ففعلا الاكريليك هيقوم بالدور ده كويس جدا. فعلى الرغم من كل الاحتياطات دي ففعلا برضو طلع لي بابلز بس مش كتيرة قوي. فخلوا بالكم فعلا من خطوة العزل دي، وحاولوا ان انتوا تعزلوا باكتر من طبقة. كل الخطوات بقى اللي انا عملتها معاكم او لسه بعملها في الفيديو ده فهي خطوات تخص الديكور، يعني خطوات التلوين والعزل دي كلها خطوات غير صحية بالمرة. هكررها معاكم تاني، دي خطوات غير صحية. احنا رسمنا على الفخار بس ما ينفعش ان انا استخدم الفخارة دي بعد ما رسمت عليها بالالوان الاكريليك وكمان عزلت بالعزل او الورنيش المائي ان انا استخدمها في اكل او في شرب. طب ليه ما ينفعش؟ عشان الالوان اللي انا استخدمتها دي وكمان العزل دي ادوات، دي الوان غير صحية، وكمان بيكون فيها مواد تانية اعتقد ان هي سامة، او مش اعتقد، انا متأكدة. والفخار الصحي اللي بيكون معمول للاكل او للشرب فانا ممكن كنت استخدم الفخارة دي قبل ما ارسم عليها او الون عليها، دي محروقة كويس جدا، فكان ممكن ان انا احط فيها مية واشرب عادي، او لو هي هتستحمل الحرارة معايا عادي اشرب فيها شاي او اشرب فيها اي حاجة تانية، بس من قبل ما احط عليها الالوان الاكريليك دي بالذات وكمان العزل اللي انا استخدمته. طيب انا عايزه استخدم الفخار لان انا استخدمه في الاكل او في الشرب، او ان انا اكل او اشرب فيه، او استخدمه ان هو احط فيه اكل مثلا او ادخله الفرن. دي بيكون ليها خطوات تانية مختلفة تماما عن اللي انا بعمله في الفيديو ده. عشان بصراحة الفترة دي في ناس مهتمة جدا ان هي تعمل الفخار في البيت، ودي تشكيله في البيت تمام انا معاكم، بس مش هينفع ان انتوا تكملوا بقية الخطوات في البيت. واي حد هيقول لكم كده يا اما هيكون مش بيقول لكم المعلومة كاملة، او هيكون هو يعني مركز ان انتوا ممكن يكون عندكم فرن خاص بالحرق للفخار. الفرن ده بيكون درجة حرارته عالية جدا، ما ينفعش الفران بتاعة المطبخ او بتاعة اهالينا اللي بتكون موجودة عندنا في المطبخ، عشان الفران اللي بتكون موجودة عندنا اخرها 200 مثلا، انما الحرق للفخار ده بيكون محتاج درجة حرارة عالية جدا. وتلوين الفخار الصحي بيستخدموا فيه مواد تانية، وابحثوا عن مادة الجليز، ابحثوا عن مادة الجليز وازاي هي صحية، وازاي هي مثلا بتدخل في الاكل وفي الشرب من غير ما تكون سامة، بيكون متوضح المكونات بتاعة المادة دي. كل فيديوهاتي اللي انا بعملها للرسم بالفخار بيجيلي عليها كومنت، والكومنت ده بيكون متكرر، هو بعد ما نرسم عليها ينفع ان احنا ناكل او نشرب في الحاجة اللي احنا عملناها؟ وردي في كل الفيديوهات لا يا جماعة، احنا بنعمل مع بعض حاجات ديكور، ما بنعملش مع بعض حاجات ينفع تدخل يعني تدخل المطبخ او نستخدمها استخدام صحي. وانا حطيت معلومات كتيرة عن الفخار الصحي، بس حاسة ان انا محتاجة اعمل لكم فيديو تاني، بس الفيديو ده هيكون فيه معلومات ان شاء الله اكتر، وفيها كل المعلومات اللي انتوا ممكن تحتاجوها علشان تعملوا مج صحي. ولكن الموضوع مش سهل خالص، انا فعلا بجمع لكم اماكن وجروبات تعرفوا ان انتوا تطلبوا منها مادة الجليز وافران تروحوا تحرقوا الفخار بتاعكم اللي انتوا بتشكلوه في البيت، فهتروحوا تحرقوه في المكان ده. فانا فعلا بجمع لكم اماكن علشان الفيديو يكون فيه اكبر قدر من المعلومات اللي تقدروا تستفيدوا منها. فما تتضايقوش لو الفيديو اتأخر شوية او تحسوا ان انا مش بقول لكم المعلومات كاملة، ولكن فعلا الموضوع بيحتاج وقت. هنا بقى انا كان عندي اكتر من شمعة، والشموع دي في منها بايظ او مش بايظ، شكلها مش كامل، وفي منها كانت للديكور بس مش بشغلها كتير يعني. وكمان كانت بروايح مختلفة، في منها ياسمين وتوت وفانيليا. فانا حطيت الشموع دي كلها على بعض وهسيحها، هعمل لها حمام مية وبعدين هصبها في الجار بتاعنا. واستخدمت الفتيل الخاص بالشموع وثبته بقواعد معدنية، وهنا هستخدم العصايتين دول عشان اثبت الفتيل فيه بعد الصب ان شاء الله. ومن احلى الصدف اللي حصلت بقى وانا بعمل الفيديو ان الشموع بعد ما اتسيحت
طلعت لي بدرجة مقاربة للون البينك اللي انا عاملاه للفخارة، ودي فعلا صدفة بحتة. لما جيت اصب الشمع ما صبتوش بسرعة قوي او صبيته ببطء قوي علشان خاطر ما يفصلش مني من الجوانب، وحرفيا الشمعة كانت ريحتها اكتر من رائعة. وبعد ما خلصت هبتدي ان انا اثبت الفتيل بالعصيان الخشب دي علشان خاطر ما تقعش من الجار، وكمان تكون في النص بالظبط، فلما اجي اشغل الشمعة الحرق بتاعها يكون كويس او يكون منتظم، وتحرق لي السطح كامل او تسيح لي السطح كامل مش تحرقه. هنا بقى انا بعد ما ثبتها واتاكدت ان هم في النص بالظبط، هبتدي انا ازينها. فزينتها برضو بورق الذهب، كان عندي ورد مجفف فحطيته على الوش كده بعد ما نشفت شويه. الشمعة دي عشان تنشف كويس جدا مش هتاخد لها اقل من 12 ساعة، فانا سبتها تنشف براحتها. وزي ما قلت لكم عشان انا ما كترتش طبقات العزل قوي، فلما خلصت لقيتها مطلعه لي بابلز صغيره كده على الوش، بس ما اثرتش قوي لان البابلز صغيره، فهي كده مش سايبه فراغ في النص، او ان هي كده ما باظتش مني الحمد لله. ده بقى شكلها بعد ما نشف وحطيت لها البيبي فلاور وبعد العزل وكل حاجه. فعلا ريحتها كانت حلوه قوي، فجربوها وبعتولي النتائج بتاعتكم على الانستجرام، هسيب اللينك في الديسكريبشن. اتمنى تكونوا استفدتوا كويس من الفيديو. لو حابين تعرفوا اي استفسار او اي سؤال اكتبولي تحت في الكومنتات او ابعتولي على الانستجرام. سلام، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.